مانشستر يونايتد عندما انتصروا في ربع نهائي كأس الأندية أبطال الكؤوس ب5 أهداف. فاز نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي على بودو جليمت بنتيجة 5-0 بعد الأشواط الإضافية. مباراة إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2025 إلى 2026. انتهى الوقت الأصلي ب3-0 لصالح سبورتينغ لشبونة، وهذه النتيجة عادلت نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها سبورتينغ 0-3، ولذلك تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وسجل سبورتينغ هدفين إضافيين ليصبح المجموع 5-0 في المباراة. وسجل الهدف الأول اللاعب غونسالو إيناسيو أول يأتي الآن لسبورتينغ لشبونة، هدف أول يأتي لغونسالو إيناسيو في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول. سبورتينغ يسجل الأول الآن من هذه الركنية، أخيرا ركنية في الدقيقة 34، وبعدها وفي الدقيقة 61 في الدقيقة 16 من زمن الشوط الثاني 2-0. سجل اللاعب بيدرو غونسالفيس الهدف الثاني لنادي لشبونة، وجاء الهدف الثالث من طرف اللاعب لويس سواريز من ركلة جزاء. نتيجة لويس جول ثالث ياتي الآن لأسود لشبونة، الأسود تزهر في لشبونة في الدقيقة 78. وفي الوقت الإضافي سجل نادي لشبونة هدفين. الهدف روعة 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 روعة، الهدف لفريق سبورتينغ لشبونة الرابع ياتي الآن في هذه المباراة سريعا في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الإضافي الأول. تاريخ لسبورتينغ لشبونة كما فعلوها في عام 64 أمام مانشستر يونايتد. وبهذه الريمونتادا القوية تأهل سبورتينغ لشبونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.